دي حياتي وده الجحيم اللي انا عايش فيه بقالي فتره، واللي فجاه صحيت لقيت نفسي قاعد في نصه. الحكايه اللي بدات لما بنتي حاولت تقتل اخوها الصغير، لكن الرعب الحقيقي ما كانش في اللي عملته، الرعب الحقيقي كان في الحاجه اللي احنا اكتشفناها بعد كل ده، وان بنتي ميته من 6 شهور. بعدها بكام يوم خلود مراتي انهارت وطلبت منها انها ترسم شاهندة دي، واحده وشها وارم، عينيها بعاد عن بعض، وابتسامتها وحشه وشكلها مشوه. اول ما شفت الرسمه حسيت ببرد مسك جسمي كله، لكن الجمله اللي سلمى قالتها لي ابشع بكتير من الرسمه اللي رسمتها. قالت لي يا بابا طنط شاهندة زعلانه من عمر، بتقول انه بيحاول يفتح الدولاب علشان يسرق العابي، وقالت لي لازم اخلص منه علشان هو شرير. من اليوم ده البيت اتحول لساحه حرب بارده، بقيت بقى في الباب اوضه الاطفال عليها وبنيم عمر معايا انا وامه في الاوضه. انا كنت بخاف على عمر من اخته. خلود كانت بتنام وهي حضناه كانها بتحميه من خطر هيجيله بالليل. وبدات سلمى تعمل حاجات غريبه صغيره بس مرعبه، تخبي لعب عمر المهم علشان تستدرجه فيجيلها، ولما نسالها تنكر بعين قويه ولا كانها عملت حاجه. ومره جينا لقيناها قصت شعر عرايسها كلها. عملت كده ليه يا سلمى؟ لا مش انا، ده عمر، مع اني بكون شايفها بعينيا.